هحكي لكم على موقف محرج تاني حصل معايا، ان انا مواقف المحرجه كتير قوي في حياتي حقيقه. وسمعت لك باب الشقه ده بيخبط تخبيط فظيع ورزع وتخبيط وجرز، بس انا قلت امن الدوله، كانوا بيسموني الارهابيه في المنطقه عندنا في الشارع يعني. فقلت بس دول امن الدوله وجايين يقبضوا عليا وانا بقى هتسحل وهتبهدل. ودخلوا الاوضه اللي انا فيها، قمت انا مستغطيه بسرعه بالكبرتايه وانا مستخبيه تحت الكبرتايه خايفه اطلع. طلعت لهم شعري منكوش وعيني حمراء، بيقولوا انتوا مين؟ انتوا مين؟ فاكرين القذافه وبيقول من انتم؟ من انتم؟ ولحد النهارده السؤال اللي بيراودني، هم ليه شدوا الكبرتايه اللي انا متغطيه بيها عشان يغطوا بيها؟ هو اللي بيتعور بيسقع؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا امال ودي ليندا اخر العنقود. هحكي لكم على موقف محرج تاني حصل معايا، ان انا مواقف المحرجه كتير قوي في حياتي حقيقه يعني. في مره كانت زمان برضو قبل ما اتجوز وانا صغيره في ثالثه ثانوي كده تقريبا، وكنت منتقبه. انا قلت لكم ان انا كنت منتقبه وقلعت النقاب علشان الحمل، فانا كنت في الفتره دي منتقبه لسه. وفي الوقت دوت كان اخواتي كلهم اتجوزوا ما عدا بس واحد اسمه اسماعيل اخويا الصغير وميشو. فكان في اوضه للصبيان لوحدهم، واوضه ليا انا لوحدي، واوضه بابا وماما اللي فيها التكييف. وما ادراك ما التكييف، انا بعشق التكييف يعني العشق. فكنت في نص اليوم لما احب انام شويه كنت اخش انام في اوضه بابا وماما. فدخلت كالعاده اوضه بابا وماما انام شويه في نص اليوم كده، وسمعت لك باب الشقه ده بيخبط تخبيط فظيع ورزع وتخبيط وجرز، بس انا قلت امن الدوله. انا ما كنتش بسكت في الوقت دوت، وكنت معارضه، وكنت كمان منتقبه ومصاحبه مع شويه منتقبات زي كده، كانوا بيسموني الارهابيه في المنطقه عندنا في الشارع يعني. فقلت بس دول امن الدوله وجايين يقبضوا عليا وانا بقى هتسحل وهتبهدل، لا اما بقى عصابه هجامين داخلين يسرقوا الشقه ويغتصبوني ويمرمطوني وهتبقى فضيحه. المهم ولا طلع ولا ده ولا ذاك. ودخل اخويا ميشو شايلينه يجي 10 او 12 او 15 شاب، مش بس اكتفوا ان هم يدخلوا الشقه، لا دول دخلوا الاوضه اللي انا فيها. لقيت الباب الاوضه ده بيترزع رزعه، حد كده عافي اداله رجل، ودخلوا الاوضه اللي انا فيها. قمت انا مستغطيه بسرعه بالكبرتايه، انا كنت لابسه بيجامه نص كم ومش هينفع حد يشوفني بالمنظر ده. ودخلوا الاوضه ونيموه على السرير اللي انا نايمه عليه، وبيحاولوا يفوقوه وانا مستخبيه تحت الكبرتايه خايفه اطلع. جه واحد بقى شد الكبرتايه اللي انا مستغطيه بيها وقام مغطيه بيها. طلعت لهم شعري منكوش وعيني حمراء، بيقولوا انتوا مين؟ انتوا مين؟ فاكرين القذافه وبيقول من انتم؟ من انتم؟ وانا شكلي فظيع مسخره، وطلعت اجري من الاوضه دخلت على اوضتي. ولحد النهارده السؤال اللي بيراودني، هم ليه شدوا الكبرتايه اللي انا متغطيه بيها عشان يغطوا بيها؟ هو اللي بيتعور بيسقع ولا ايه اللي حصل؟ انا مش فاهمه. يلا باي باي.